مساء الخير، اهلا بيكم على جديده. النهارده معانا عمرو، يعني قنبله فنيه ابداعيه جديده. صباح الخير اسكندرية. رايحين القاهرة دلوقتي، والساعة دلوقتي 6:10. محطة الرمل. طبعا المنطقة عشان فاضية، احنا بدري الصبح بدري، بس المنطقة ديت يعني على الساعة يعني نديها كمان 3 ساعات ولا حاجة مش هتعرف تمشي فيها. محطة الرمل اسكندرية الصبح بتبقى جنة، بتبقى حاجة تانية خالص. فالنهاردة رايحين بقى فين؟ رايحين القاهرة ميت اب كده مع الفيديو كرييتورز. مين بقى اللي هنتقابل معاه وهنعمل ايه هناك؟ فدي المفاجأة بتاعت الفيديو ده. فتعالى بس الأول نروح محطة مصر ونشوف في ايه هنركبه للقاهرة، ويلا بينا بقى ايه نعيش الرحلة بكل تفاصيلها. والحمد لله وصلت القاهرة. أنا في مكرم عبيد، الساعة دلوقتي 11:24 دقيقة، فهو الميعاد الساعة 11 أساسا. الفكرة إن المكان بص، مش عارف شايف ولا لأ، المكان في آخر الشارع خالص، وأنا نزلت في أول الشارع، ففيها شوية مشي حلوين يعني. يلا بينا. زي هشام عفيف، انا ام بيج فان. استاذ بيج فان. انا عمرو عطله. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ والله جميل. نور اللوكيشن. احنا جايين النهارده هنا علشان الفكره بتاعت ان يبقى في كوميونتي لليوتيوب في مصر. دي فكره يعني موجوده دايما وجت في بالكم كلكم. عمور الوحيد في مصر اللي طير طياره. بس انا شفت كل معظم الفيديوهات. دلوقتي في بريك، نصلي الظهر ونطلع تاني. قابلت يوتيوبرز كتير صغيرين، انا دايما بيجي ناس يقول لي ايه، انا عاجبني اليوتيوب فاعمل ايه؟ انا اولا مش شركه توظيف. انا عاجبني اليوتيوب، انا شايف ما انا عاجبني مثلا ابراج سويرس مثلا، هعملهم ازاي؟ اروح اسوي ديتها ايه يعني؟ سهله، فاهم ازاي؟ فقعد يقول لي طب انا عايز ابدا يوتيوب، ابدا ازاي؟ اعمل فيديو. منصه فيديوهات، هتعمل فيديو وتنزله، بسيطه يعني. ودي حاجه برضو اتعلمتها لما اختلطت شويه بالكريترز الخليجيين، واحب ان كل الناس تستفاد منها. وانا ناوي ابتدي اغيرها، بس لغايه قريب ما كنتش اعرفها. بره يا جماعه ما بيقعدوش يعملوا فيديوهات ويجيبوا فيوز ويقولوا يا فلوس، يعني مش بيقعدوا يستنوا الناس تجي لهم، هم اللي بيديفلوبوا بزنس اوبورتيونيتيز. يعني انا شفت كريترز منهم كتير جدا، ناس بتتكلم في الكوره على سبيل المثال. عمرو نصوحي، كنت اتمنى ان عمرو يكون موجود هنا لانه مثال رائع في حاجات كتير. عمرو ما بيقعدش يستنى، عمرو بيديفلوب باكجز وبينزل ميتنجز. هو بيتكلم في الكوره، طب يا جماعه انا عندي فكره جامده جدا 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 ومناسبه لجيلات. يقعد يفحت نفسه عشان يوصل لحد في جيلات، ويعمل برزنتيشن، ويقعد يقول لهم انا هعمل كذا وهعمل كذا، ويعمل بروف اوف كونسبتس، ويعمل ديموز، ويعمل بتاع، ويعمل ما اعرفش مين لغايه لما يبيع فيشتري فيعمل. معلش اللي عايز اسجل الحته دي يسجلها، عشان الحته دي مهمه فعلا، لان ده البيزنس موديل تقريبا اللي شغال في الخليج فعلا، وده اللي انا شخصيا بجيب بيه فلوس كده. الفكره في الخليج بالتحديد، واعتقد في العالم، واعتقد ان الشباب ما كنتش عارف انها بتعمل كده، بس الموديل ابتدى يظهر عندنا. ما حدش بيستنى البيزنس اوبورتيونيتيز تيجي له، هو اللي بيروح يهانت بيزنس اوبورتيونيتيز. والبيزنس اوبورتيونيتيز اللي هم بيطلبوها بتبقى سبيسيفيك ومبذول فيها مجهود كبير، مش مجهود بسيط. يعني ما ينفعش تروح تقول انا عندي فكره ان احنا نحط اللوجو بتاع فودافون على القناه بتاعتي وانا هقول في الاول فودافون حلوه. دي مش فكره، ده مش موضوع يعني.
لكن ان انا اقول ان انا عندي خطه لسيزوناليتي معينه، انا بعمل فيديوهات مذيع الشارع مثلا. احمد رافض باي ذا واي كان معاه وزينه، احمد رافض بيهلك نفسه ورا البروبوزيشنز اللي هو بيعملها. انا جدا بياخد فلوس كويسه يعني، مش الموضوع بس لو يلا ماشي حاجه انت يوتيوبر لا انت لو قابلت النيد بتاعت البراندات فلوس كتير بجد يعني، مش عايز اقلل منها ولا ابسط منها ولا حاجه يعني يكون عندك فان بيس قد ايه عشان تبدا تقول ولا فرق، مش شرط ولا فرق. لو عندك بروف اوف كونسبت على انك لما عملت حاجه في سيزون معين لبراند معين جاب فيوز كتير، ده بس. لا مهم الفان بيس بتاعتك ولا مهم الفيوز بتاعتك بره ده. لا بتكلم البراند نفسه مستفيد مني في ايه عشان اقدر انت بتجيب فيوز لما الفكره قابلت الاحتياج، قابلت الموسم، خلاص. ان انا اجيب كونفرجن. يعني انا بقول لك مثلا انا عارف من دلوقتي، انا لما الفيوز عندي بتقل بقول انت عيدي، لان انا عارف ان في العيد هجيب فيوز. اوكي؟ فانا بقول لك انا في البروبوزيشن اللي جاي، في العيد اللي جاي هشوف براند ممكن يستفيد من حاجه بعملها، وهروح اقدم برزنتيشن وابذل فيها مجهود عشان ابين ان الفيديو ده هيجيب فيوز كتير، وان السنتمنت بتاعه هيكون بوزيتيف. مش شرط ان اللي بيطلع في الفيديوهات بتاعتنا يبقى هو احنا 100%. انا ما كانش هدفي اطلع نفسي 100% على قد ما كان هدفي ان انا اطلع حد انا نفسي عاوز ابقى زيه. بيدرسوا رد فعل السوشيال ميديا بقت قويه جدا، بقت موسعه. الاعلان بتاع اورنج التحليل ده ده ما كانش متفق عليه، بس انا قايل لهم لان الناس كلها فاكره ان انا دخلت موضوع اورنج ده عشان الفلوس. انا بقى بجيب التحليل الاستراتيجي اكتر من انا دخلت اورنج. خلينا صريحين. الناس كلها مش فاهمه موضوع اورنج ايه، ودي برضه واحده الحاجات اللي بتتعبني انا نفسيا. انا دايما بدرس الاودينس، بدرس الهيترز بيفكروا ازاي، بدرس امهات بيفكروا ازاي، بدرس الخليج بيفكروا ازاي، بدرس الناس الكبيره الناس الصغيره، بشوف بيستقبل الدنيا ازاي. فاعلان اورنج كان 100% تجربه بحته عشان اعمل حاجه وحشه تماما طالع فيها بعكس التيشيرت اللي لسه على طول بطلع بيه، طالع لابس ارنب. شوف الاختلاف عامل ازاي. في نفس الوقت الاغنيه سيئه جدا وبتاع، وانا قايل لهم من قبل ما نتعاقد في اورنج، قلت لهم انا لو عملت حاجه زي كده انا هطلع سف صريح جدا، لو مش موافقين على ده ما نمضيش عادي من دلوقتي من قبل ما نمضي اي حاجه. لا هو براحتك ومش عارف ايه، طب خلاص استحملي. فاهم ازاي؟ اللغه العربيه. انا لسه متعلم السواقه، فمعيش المبلغ ان انا ابدا حاجه. ايه احسن حاجه في 50-60 دلوقتي ملايين؟ او يعني لا 50 دلوقتي لو انت لسه متعلم السواقه جديد وعايز حاجه تبدا بيها مثلا. خليك في حاجه تكون اقتصاديه وتكون منتشره عشان تبقى حاجتها متوفره، عشان تتعلم عليها براحتك يعني، ما تبقاش بالنسبه لك ازمه لو اتخبطت او حصل فيها حاجه زي كده. مثلا ترشح لي ايه؟ ممكن مثلا هيونداي اكسل او سوزوكي سويفت او كيا برايد. شفت الفلوجز بتاعتك؟ الفلوج؟ ايه اكتر حاجه عجبتك؟ طيب توبيك حاجات معين؟ كتير، بس اللي انا فاكره دلوقتي كنت سافرت انت فرح، كنت بتعمل فوتو سيشن لعريس وعروسه في فندق. بتاع سافرت عملت فلوج اليوم كله. بالظبط. ده كان عاجبني جدا. عاجبني فكره ان انت صورت البروسيس بقى بتاعت الفوتو سيشن اللي انت عملته للناس والتحضير وانت رايح وبعدين خلصت والصور ومشيت وكلام من ده. الحمد لله. بس هنا طبعا مستحيل. هنا سمعتي تيجي في القاهره. احمد ابو زيد، اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. دي جو برو اتجاه الشمس بس. اهلا وسهلا. دي احمد ابو زيد. انا طالع كده. لا دي وايد فاكيد حضرتك عارف. انا زعلت منك في مره عملت فلوج وان انت بتقول ان الجو برو وحشه في الفلوجينج، مع ان انا كل الصوت اهو الصوت. ما هي دي بقى الحل بتاعك ان انت مع ان انا عملت، وليها اصلا مايك بيتركب فوق هنا. مفيش. في واحد شفت بس عملها. الحول بتاعه غالي. هو ده بكام ده؟ ده كان 350 منين؟ من جو برو نفسها. 350 جنيه؟ طب والله كويس، بس كانوا بيقولوا ب $60 وحاجات غاليه كده. لا ده دلوقتي هو 350 لو حسبتها في ناس بتفلوج انا صح كده. 7 جنيه وبتاع وكده. لا يبقى صح كده. ايه احسن حاجه شفتها لي مثلا؟ بتاع الطياره. الدرون. وش يعني وش يعني كان نفسي اطير طياره الصراحه، يعني تتكلم في حاجه دنيا ثانيه. انت فكرك لو الدرون دي يشتغل في مصر هتفرق في ايه؟ كرياتيفيتي بقى يعني. بس
يعني ده احتمال بعيد شويه، بس نتمنى ان هو يحصل. ده مهمشري. لو انا اول مره اروح بلد اوروبي وانا لغتي بسيطه، ايه انسب بلد يعني؟ هو عامة مش كل البلاد اللي في اوروبا بتتكلم انجليزي اصلا، يعني في ناس ما بيتكلموش انجليزي. يعني مثلا انا بقول لك واحد انجليزي بقى ابلكيشنز جوجل ترانسليت على الموبايل. الخرايط بتاعت المدن، اسال الهوستل على الاماكن اللي انت عايزها، خليهم يعملوا لك علامات على الخريطه. ترشح لي يعني انا بلد ارتحت فيها باللغه ما فرقتش معاك؟ الايطاليين لزاز. ايطاليين ايطاليا كاشاره وكده الناس سهله اصلا، عاملين شبه المصريين كده في التعامل يعني. لزاز. فرنسا صعبه شويه في موضوع اللغه ده. بولندا سهلين برضو. هو اصلا كده ما بيعرفوش يتكلموا انجليزي، فالدنيا كده مش فارقه كتير يعني. طب بما انك سافرت كتير وبتسافر السفر اللي هو الرخيص ده، ايه اكتر بلد دفعت فيها فلوس؟ بالنسبه لي اكتر بلد حسيت انها غاليه كانت انجلترا. من حيث يعني غاليه في كل حاجه. اولا العمله، فرق العمله كبير عشان الاسترليني مقابل الجنيه يعني، فانت الحاجه تحسها غاليه قوي. بلس ان هم معدلات المعيشه عندهم عاليه. ايه اقل بلد دفعت فيه اللي هو انت كنت رايح وعامل حسابك على ميزانيه كبيره؟ اقل دوله، لا ما كنت غير ما كنت عامل حسابي، اقل دوله دفعت فيها كانت في سريلانكا. قعدت 15 يوم من اول ما دخلت البلد لحد ما خرجت. $80. حلو قوي ده. اقامه وسكن ومواصلات واكل وشرب وهدايا، كل حاجه كانت ب $80. طب سؤال خاص بيا انا بقى كنيكست اب، ايه اللي محتاج ان انا اعمله عشان اقدم في نيكست اب؟ على ما اظن هو نيكست اب انت قدمت ازاي طيب؟ هو انت كده كده اصلا التقديم اول ما هم بيفتحوا يعني التقديم بتلاقيه على ايدك اليمين كده في القناه بتاعتك. ده لو فيها شروط معينه ولا اي قناه؟ انت يعني اهم حاجه ان انت تقدم 10,000 وما يكونش عندك اي سترايك، ما يكونش عندك مشاكل في حقوق الملكيه والكلام ده. قناه حقيقيه يعني. فبيكون عندي التاب اللي على الجنب دي، مش تاب، هي بيعملوا زي اعلان كده ان هو ينفع تقدم على نيكست اب وكده. فبتقدم عشان يختاروك. انا طبعا مش عارف ايه المقاييس بالظبط اللي هم بيختاروا بيها، يعني ايه صح المتطلبات اللي هم بينقوا بيها. هم بيقولوا يعني في ناس كده بتقدم اكيد يعني. اكيد طبعا كتير، بس هم بيقولوا ان انت ليه بيحسوا ان الشخص دوت ده مناسب ان هو يجي؟ لا هو ده في حاجه، نوع المحتوى والشخصيه. ما بيبصوش على فيو او سبسكرايب. لا مش ده المهم بالنسبه لهم خالص. هو كده المهم بالنسبه له الشخص نفسه، طريقه التقديم، نوعيه المحتوى اللي انت بتقدمه. وفي نفس الوقت هو حاسس ان انت هتستمر، لان هو اصلا نيكست اب ده زي استثمار يوتيوب، شركه يوتيوب بتستثمر فيك عشان انت هتكمل بقى، انت هتبقى شخص مهم في يوتيوب. فهو ده الفكره يعني. فانا من شله ادهم، فشله ادهم في كل مكان. ربنا يخليك. اللي ما يعرفوش ان عمرو شريف بيتخرج معايا في نفس السنه برضو، وعنده مشروع تخرج في نفس فكرناش بقى لحظه حلوه دلوقتي. نرمي القرف ده ورا شويه بقى عمرو شريف. بس خلينا نعرف حاجه شخصيه في هوايتك ايه يا عمرو؟ هوايتي سؤال صعب. فرجة على الافلام. سؤال صعب جدا. فرجة على افلام ومسلسلات. على انمي. عارف الانمي؟ الرياضة بس جيم اكتر. كنت جاي لك في سؤال تاني دلوقتي. الرياضة بتاعتك ايه؟ يعني انت بتحب رياضة ايه؟ الجيم. طب كمهندس انت ايه اللي اضافته لك هندسة؟ حاجات كتير منها مثلا ان انت تفكر اوتسايد ذا بوكس. قوي. او ان انت تستغل كل اللي حواليك باقصى استفادة. عندك معطيات تستعملها ازاي؟ اجيب مطالب بقى بس. تمام. واعمل برهان. والضغط. لا ده مفيش غير الضغط اساسا. يعني الضغط عليك. وكمان اللي هو ايه دونت فريك اوت، اللي هو لا ما تهلعش. ممكن تدخل في امتحان مثلا 10 صفحات. اهدى فاهم اللي هو ازاي. اطلع باقل خسائر واحده. مع الوقت اتعودت وخلاص ما بتضغط عادي. لا يعني عديت بقى اسوأ من كده، فاهدى وهتطلع. شكرا جدا استاذ عمرو على وقتك الثمين، واتمنى دايما نتقابل. استاذ عمرو اكيد حضرتك عارفين. حازم الصديق. الصديق بيقول الصديق. ايه الاخبار؟ الحمد لله. مبدئيا والله التيشيرتات مش قصدنا، انا مش قاصد اجيب اللون، بس انا بحب اللون الازرق عموما. انا جيت الميت اب اللي فات كان بنفس التيشيرت ده، بس ما كنتش لسه طبعا اللوجو بتاعك صح؟ حلو جدا. حازم انت شفتني حاجه قبل كده عموما؟ شفت لك فيلم كان اللي فوق السطح. انت كنت بتعذب نفسك تقريبا، بتموت نفسك. الواحد اللي هو مصوره ومنتجه وممثله 3 اشخاص بنفس. فايه رايك فيه يعني؟ لا مجهود حلو جدا. يعني عملت انت حاجه بعديه ولا؟ عملت في افلام تانية يعني. عملت فيلمين كمان، وفي فيلم منهم كنت مشارك بيه في مسابقه افلام على الجامعه، واخد 3 على جامعه اسكندريه. حازم حاجه شخصيه بقى، انت هوايتك ايه؟ يعني ايه الحاجه اللي لما تبقى فاضي تحب تضيع فيها وقتك؟ بتفرج على فيديوهات يوتيوب كتير جدا. دي حاجه مهمه جدا. الحاجه التانية بحب اجري جدا. حلو.
كنت لسه اسالك دلوقتي الرياضه اللي بتحب برضه بحب الجري. بحب الجيم بس مش قوي يعني، ما بعرفش التزم بيه قوي. فهي الجري الحاجه الاساسيه بالنسبه لي. انا كنت هسالك سؤال برضو كنت بساله لكل الموجودين، لو انت ما كنتش دخلت هندسه كنت تفضل تكون في كليه ايه، او انت تطلع ايه قبل ما تخش هندسه؟ طب يعني انا كنت متوقع ان انت هتقول تجاره، بما انك كنت عامل فيديو تجاره احسن كليه في مصر. هو ساعتها المفهوم ده ما كانش منتشر قوي. انا متخرج بقالي كتير يعني، انا دخلت الكليه 2005، فالمفهوم ده ما كانش اصلا معروف قوي، لسه كان حوار كليات القمه موجود فاهم. فانا والدي دكتور، فانا كان نفسي جدا اطلع دكتور وبتاع وبحب فكره يعني ازاي بيتي ما يبقاش فيه دكتور، يعني متربي على الفكره دي. فكنت يعني كتبت كل رغباتي بقى فاهم، طب واسنان وصيدله ومش عارف ايه وبتاع، ولبست في قصدي دخلت هندسه في الاخر. لو في فيلم دلوقتي مأثر فيك يبقى ايه؟ فيلم بما انك بتتفرج على افلام اكتر فيلم مأثر فيك دلوقتي، لو انسبيريشن تصويره مثلا عجبك، جرافيكس عجبك؟ في فيلم لسه شايفه قريب اللي هو اسمه ايه ده، وانا ماي فيفورت موفي اصلا بولب فيكشن بتاع كوينتين تارانتينو. تمام. في فيلم لسه شايفه قريب اللي هو بتاع اسمه ايه، فانتوم ثريد، ده لسه واخد اوسكار وحوارات زي دي. فالراجل الشخصيه اللي فيه شخصيه بتشتغل جدا وعلى طول ستريس وعنده رولز وما اعرفش ايه وكده، والشخص اللي بيحبه او his girlfriend او مراته او كده دايما بتعاني من فكره ان هي تشده من الشغل عشان تخليه ما يبقاش ستريس والكلام ده. فحسيت ان هو بيمثلني بشكل ما، فبفكر جدا في يعني بقالي ما تضغطش نفسك اكتر من اللازم. بالظبط. طب لو عندك مقوله في الوقت دوت يعني في دماغك ماشيه فيه، يعني هو طول ما انت ماشي عمال تفكر فيها، او هي كل ما يحصل موقف تفتكر المقوله دي او ايه معينه في القران؟ في مقوله انا دايما بحب اقولها يعني think less، فكر اقل، لان انا بقالي فتره مسحول في التفكير كتير. do more، اعمل اكتر، وفيل فاست، لان انت كده كده هتفشل، كده كده هتلبس وتقع. حلو ده. فكل ما وقعت اسرع كل ما اتعلمت اسرع. do more think less fail fast. استمر جدا. الناس الاندبندنت فيلم ميكرز قليلين وانا بشجعك جدا يعني. طب الحمد لله، يعني دي نصيحه ان شاء الله اعمل بيها. خلص الايفنت. الفيديو صورته بالدرون كده عجبني جدا. انا اصلا فكره ان انا اصلا اي حاجه فيها درون بشمشم عليها. السلام عليكم. السلام عليكم. خلينا نتقابل. حط رقم. اساسيات الفيلم ميكنج كده، انترو، بعد كده ستوري في النص، بعد كده اوترو. حتى دلوقتي نعمل اوترو بقى اللي هو ايه. وخلص الايفنت الحمد لله، يعني كان في ناس كتيره اول مره اقابلها وناس استمتعت ان انا اتعرفت عليهم، وان شاء الله يعني ايه يبقى في كولابوريشنز قريب مع ناس كتير. دلوقتي بقى رحله العوده والمعاناه بقى، بس انا بحب ارجع دايما لاسكندريه بالليل، بستمتع جدا ان انا مروح بالليل. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم، واشوفكم في فيديو تاني. متنسوش بقى تعملوا لايك وشير بدل ما تخبط. اوعى تعمل زي كده وتصور في الكاميرا وانت معدي. يلا يا ابني، ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير وهتلاقوا القناه بتاعتي تحت في الديسكربشن. مش هحطها لا في الديسكربشن تحت. لايك بقى وشير وكده وروقوني، وان شاء الله في حاجات مفاجآت كتيره جدا على القناه قريب جدا. السلام عليكم من القاهره، مكرم عبيد، الساعه 6 ل 5 النهارده 14/4. سلام. السويس الباسلة سريعا المباراة بدأت تشكيل فريق سيارات بيدرو باري المدير